صباح الجمال عليكم. النهارده هنعمل جلاش باللحمه بطريقه سهله قوي وجميله. هنلف رول كده مع بعض وهنشوف ازاي، وشايفين شكله عامل ازاي؟ جميل جدا. وهيطلع عندنا قطع كده بألف هنا وشفا. شايفين شكله عامل ازاي؟ هنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب ربع كيلو لحمه كفايه قوي على لفه الجلاش. 2 حبة طماطم، وهنجيب عندي جزره مبشوره بتدي طعم حلو جدا للجلاش. ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وتوابل اللحمه كمان. هنجيب لفه الجلاش عندنا هنا لحد ما نبدا. انا بسيبها تفك واغطيها بفوطه نظيفه لحد ما ابدا الشغل. بجيب عندي كده اللحمه واحط عليها الجزر المبشور واحط عليها البصلايه الكبيره والملح، عندي كمون وفلفل اسود وكركم وتوابل، واحط معلقه ملح بس وارفعها على النار. اضيف معلقتين سمن كبار. دوسوا على زر الاشتراك في القناه. ودلوقتي اللحمه بتستوي على النار. بجيب كوبايه اللبن واضيف عليها بيضه و2 معلقه نشا كبيره و2 معلقه زيت كبيره. الخلطه دي بقى بتنقل الجلاش في حته تانية خالص، بتخلي طعم الجلاش جميل جدا وطري وليه نكهه مميزه. اللحمه خلاص عندي على النار استوت. اجي اضيف عليها حبيتين طماطم بس، لان الجلاش مش محتاج طماطم كتيره، واسيبهم يستووا مع بعض 5 دقايق لحد ما تشربوا الميه كلها. بجيب عندي بقى صينيه متوسطه الحجم كده، واضيف فيها معلقتين زيت، وابدا اجيب راق من الجلاش اتنين نصين واحطه بالشكل ده، واجيب اللحمه انا هحشيه رول كده بالشكل ده، بيخلي شكله اجمل واللحمه مبتقعش منه. شايفين ازاي اهو. وهلف لكم واحد تانية ب2 رق جلاش. مش بيستهلك سمن كتير معايا، ولا بين كل رق ولا لازم احط سمنه كتير، لا. اللحمه اصلا فيها الماده الدهنيه بتاعتها، والجلاش رقيق جدا. بحط بس حبه صغيره من السائل اللي انا عاملاه ده، اللي هو النشا مع اللبن مع البيضه. وده بعد ما خلصنا خالص بجيب بقى حبه من اللبن مع النشا واحطه على الوش بالشكل ده. لازم اقطع الجلاش قبل ما يدخل الفرن، ولما نحط من السائل ده ما بيخليش الوش بتاع الجلاش يتحرق من فوق. هنزينه بقى بحبه سمسم اسود، والذي بيقولوا عليه كده حبه بركه كده جميله بالشكل ده. بدخله الفرن والفرن يكون حامي. لما يتحمر معانا بالشكل الجميل ده هطلعه واسقيه بقيه اللبن اللي انا عاملاه، هضيفه على الوش كده، وهدخله الفرن تاني 5 دقايق بالظبط، يكون بس تشرب السائل ده. طبعا بيديه نكهه جميله جدا جدا. شايفين الشكل؟ ولا اروع من كده ولا اجمل من كده، وخفيف قوي وجميل. وما اقولكوش بقى على الريحه عامله ازاي. جربوه وقولوا لي في التعليقات عامل معاكم ايه. وما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد.